لا يعقل انه بعد 10 و15 و20 سنه من الزواج الان والله فطنه الاخت تقول والله مش قادر اعيش معه. طب وال20 سنه والاولاد اللي بينكم ولا كانوا بلوتوث هذول يجوا ما حياة كنتوا عايشين حياه مع بعض. الان ما الذي لاث في عقلك الا امر من امرين، اما انتهت مصلحه واما انك وجدت انك لا تحتاجين الى زوج فانت خرجت عن انوثتك. الزوج الذي طلق زوجته بعد 20 سنه ما الذي فطنك الآن بطلت؟ إلا أن تكون عينك زائغة أو كنت تستفيد منها مصلحة معينة. فالطلاق الذي يتم بعد هذه السنوات هو طلاق تم لمصلحة أعلى من المصلحة اللي كنت عايش فيها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا نوح وسيدنا لوط: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. والخيانة هنا خيانة عقائد وليست خيانة أخلاق. فخانتاهما أي في العقائد والمبدأ. فربنا طهر سيدنا نوح وسيدنا لوط من هاتين الزوجتين. الطلاق الذي يتم بعد سنوات من الزواج هذا طلاق الذي يمشي فيه لأنه صاحب لوثة في عقله، صاحب مصلحة انتهت مصلحته، إما مصلحته مال أو مصلحته منصب أو مصلحته جاه إلى غير ذلك، مصالح في الدنيا كثيرة. فالذي يتم بعد هذه السنوات من الزواج هو قطعا طلاق لمصلحة.